شهدت الفترة اللي فاتت ارتفاعات كبيرة في أسعار كتير من السلع والخدمات الموجودة في مصر نتيجة لارتفاع أسعار العملات الأجنبية، لأن احنا في أغلب حياتنا بنعتمد على سلع مستوردة، أو إن احنا بنعتمد على أشياء تدخل في صناعتها خامات مستوردة، بالتالي بتتأثر أسعار هذه السلع والخدمات نتيجة لارتفاع أسعار العملات الأجنبية. عشان نشوف أسعار العملة الأجنبية بترتفع ليه، لازم نشوف الأسباب اللي بتؤدي لارتفاعها. العملة الأجنبية زيها زي أي سلعة موجودة داخل السوق بتعتمد على عامل العرض والطلب. هل عندنا كمية كافية من النقد الأجنبي اللي هو اللي بنقول عليه الاحتياطي، وكمية الوارد منه اللي بيجي من كتير من المصادر زي تحويلات المصريين في الخارج، عملية التصدير والعملة الأجنبية اللي بيجيبها لنا، وقناة السويس، وكتير من مصادر دخول العملة الأجنبية إلى داخل البلاد. بيقل رصيد العملة الأجنبية نتيجة للتصدير للاستيراد، وإن احنا بنطلع العملة الأجنبية أو بنشوف خدمات من الخارج بتؤثر على خروج كميات من النقد الأجنبي إلى الخارج. دي أهم الأسباب اللي بتؤثر على سعر صرف العملة الأجنبية داخل البلاد وبتأثر على سعرها. عشان نحاول نثبت سعر الصرف لازم إن احنا نقلل الاستيراد بتاعنا لأضيق الحدود عشان ما نخرجش عملات أجنبية. بنحاول نستورد الأشياء المطلوبة فعلا وفي حدود المعقولة، على أساس إن احنا ما نهربش العملة الأجنبية إلى خارج البلاد. ممكن نفرض رسم إغراق على بعض المنتجات النهائية تم الصنع اللي لها مثيل في السوق المصري، طالما هذه السلع موجودة وجودة معقولة. لازم في الفترة الجاية نزود الإنتاج المخصص للتصدير، نعمل جودة عالية ونعمل خامات مخصصة بجودات تناسب الأسواق الأجنبية، بحيث إنها ما تصرفتش أو ما ترجعش. نعمل مناطق صناعية تعتمد على مكاتب استشارية خاصة بالأسواق وندرس الأسواق دي. لازم نفعل دور مكاتب التمثيل التجاري في دول أفريقيا، أمريكا اللاتينية، جنوب شرق آسيا، اللي أذواقها قد تكون قريبة من الأذواق المصرية ومش هتمثل لنا مشكلة في تصدير المنتجات بتاعنا في الفترة الحالية. نزود واردات المصريين من الخارج من النقد الأجنبي، ونحاول نحسسهم بمسؤوليتهم الوطنية تجاه بلدهم. نطلب منهم تحويل مدخراتهم أول بأول إلى داخل مصر وهي في أمان، بحيث إن احنا نحاول نستفيد منها في إن احنا بننمي رصيدنا من العملة الأجنبية. لازم نفعل دور كتير من الوزارات في إن احنا نبرم اتفاقيات بيننا وبين الدول الأجنبية لتسهيل إجراءات الهجرة الشرعية، أو إن احنا نبتدي نسهل فرص العمل في دول أجنبية، نسهل الاستثمار الأجنبي في مصر عن طريق مشروعات جديدة الحكومة تدخل فيها وتحسس المستثمر الأجنبي إن الدولة فيها نهضة حقيقية، وإن احنا في مرحلة بناء دولة جديدة ودولة حديثة. لازم نبتدي كمان نقنن وضع العمالة الأجنبية في مصر
في الوقت الراهن ونقللها لأقل حد ممكن. لازم نفرض عليهم ان احنا ممكن نحول مدخرات العمالة الأجنبية للخارج بالجنيه المصري مش بالعملات الأجنبية. لو رفعنا فايدة البنوك على العملات الأجنبية بطريقة بسيطة ممكن تسهل جذب الاستثمارات والمدخرات للبنوك الوطنية في مصر هنا، على أساس إن احنا نستفيد بالعملة الأجنبية في تمويل مشروعاتنا. لازم نفرض رقابة على الشركات الدولية، الشركات اللي هي سلاسل المطاعم. نحن ممكن نحاول نستغنى عن المنتجات التي يمكن الاستفادة من المنتج المصري، يعني ما نستوردش خضروات وقد تكون موجودة هنا لمطاعم أو بطاطس أو أشياء من هذا القبيل كمثال مش أكتر. لازم نستفيد إن احنا في عندنا منتجات، لازم ندور على كيفية الاستفادة من منتجاتنا المصرية وإن احنا نشغل عمالتنا. السياحة عندنا انضربت الفترة اللي فاتت، لازم ان احنا نبتدي ننوع مصادر السياحة في مصر، ندخل أنماط جديدة من السياحة، نعمل مدن جديدة ورخيصة للسياحة الأفريقية، لسياحة جنوب شرق آسيا، سياحة بمعنى أصح الأقل من $1000. نعمل احتفالات متنوعة، نحن نجذب السائحين ونحاول ان احنا ندور على نوعيات جديدة من الاحتفالات ان احنا نجذب بيها الاستثمارات. لازم نبتدي نقلل أعداد مكاتب التمثيل بتاعنا في الدول أو نقلل عدد العمالة فيها، بحيث ان احنا نقلل من العملات الأجنبية الخارجة ونقلل الإنفاق على شراء السيارات وشراء المنتجات التي يمكن الاستغناء عنها خصوصا في المجال الحكومي. هنحاول كمان نقلل نسبة المكون الأجنبي في الصناعة المصرية لأقل الحدود. نحاول نجعل استيرادنا في المواد الخام فقط، ما نستوردش منتج نهائي تم الصنع وله مثيل هنا في مصر. ممكن نطلب من كل مواطن في الخارج انه يرسل مبلغ ويستلمه بالعملة المصرية او بالجنيه المصري، وليكن المبلغ ده في حدود $1000، ويستلم قيمتهم بالكامل بالجنيه المصري بدل ما يتم بيعه خارج الجهاز المصرفي. هذا المبلغ قد يكون رصيد يدخل الى الخزينة العامة الدولة. فلو افترضنا ان احنا عندنا 5 مليون عامل في الخارج، كل عامل حول $1000 واستلم قيمتهم بالجنيه المصري، قد نصل الى 5 مليارات من الدولارات تبقى موجودة في الجهاز المصرفي تدعم مركزه. هذا المبلغ يقوي من مركزنا التفاوضي امام العالم. في كتير من الناس بيكون سفرياتهم لأوروبا في الصيف أو في بعض الدول كمشاتي. ممكن هذا الاقتراح اختياري، نحاول يا جماعة بلدنا محتاجة العملة الأجنبية في الوقت الراهن، نحاول ان احنا نقلل السفريات لمدة عام أو عامين لحين تعافي الاقتصاد المصري. ممكن نعمل مبنى تجاري أمام المطارات إن احنا بنحط فيه منتجاتنا المصرية بتخفيضات معينة، بيع بيكون بأقل من سعر السوق في مصر أو في الخارج. احنا بندي دعم للتصدير 10% للمنتجات المصدرة للخارج، بيستفيد بيها المستهلك الأجنبي. ليه ما يكونش الدعم ده للمواطن المصري؟ عندنا ممكن نعمل حفلات جماعية زي ما كانت السيدة أم كلثوم بتعمل حفلات المجهود الحربي في بعد 67.
لتدعيم الجيش وتدعيم الاقتصاد المصري. ممكن نعمل حفلات جماعية لمجموعة من الفنانين في الخارج بيجوبوا العالم، حفلات أسبوعية في كل الدول الأجنبية، بحيث إن احنا نوفر عملات أجنبية لدعم الاقتصاد المصري. في كمان مقتنيات الفنانين اللي قد يرغب الفنانين في بيعها وتخليدا لها في حفلات ينقلها إحدى قنوات التلفزيون، سواء التلفزيون المصري أو الفضائيات. ممكن حد يتبرع بسيارة أو يتبرع بأشياء من الملابس المشهورة في أحد الأفلام. في حاجات ممكن تجيب مبالغ كبيرة، ممكن تسهم في الاقتصاد المصري بالعملة الأجنبية. ممكن نعمل موسم للتخفيضات السياحية بعد ضرب السياحة. ممكن نعمل تخفيضات للمجموعات الكبيرة لأكثر من 1000 شخص و2000 شخص، نعمل تخفيضات بحيث ان احنا نجذب السياح ونعمل رواج سياحي بعد سنوات من الكساد السياحي في الفترة اللي فاتت. مصر للطيران ممكن برضو تسهم في العملة الأجنبية، بأنها تعمل تخفيض للقادمين إلى مصر على رحلات الطيران وبالعملات الأجنبية. كل دي أشياء ممكن إنها تسهم في رفع قيمة أو في رفع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية داخل مصر، بحيث إن احنا نحاول نوصل بسعر الجنيه لبر الأمان، بحيث إن احنا نقدر نشتري الخامات الأساسية أو السلع الأساسية اللي بيحتاجها المواطن بدون تأثر بأسعار الصرف أو ارتفاعها، حتى يمكن تحقيق قدر من ثبات الأسعار للمواطن المصري.